اوي. تخيل كلمة أو حركة في الشارع ممكن توصلك ل5 سنين سجن و300 ألف جنيه غرامة. انا خايف يا ابني قوي. في يوم حد وبالتحديد يوم 15 أغسطس سنة 2021 صدر القانون رقم 141 لنفس السنة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. ايه اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ واللي بيقول لك ايه؟ ان اي شخص يتعرض لغيره في مكان عام او خاص بايحاءات او بالفاظ او باشارات جنسيه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 2 ولا تزيد عن 4 سنين وغرامه من 100 ل 200 الف جنيه. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. طيب ولو كرر الفعل تاني هنا العقوبه ممكن توصل ل5 سنين سجن و300 الف جنيه غرامه. ولو التعرض كان بقصد منفعه جنسيه هنا العقوبة لا تقل عن 5 سنين. وسكتت لحد هنا؟ طبعا لا، قالت لك ايه؟ ان لو اللي اتعرض لك ده كان صاحب سلطة عليك، مديرك في الشغل، مدرسك في المدرسة، او كانوا اكتر من شخص، او تحت تهديد السلاح، هنا العقوبة بتوصل ل7 سنين سجن. ولو وصل الموضوع لاعتداء جنسي او هتك عرض هنا العقوبة ممكن توصل للسجن المؤبد او الاعدام في بعض الحالات، زي لو كان المعتدى عليه طفل مثلا او كان الاعتداء ده بالعنف. الكلام ده في المواد 306 ألف و306 ب من القانون رقم 141 لسنة 2021 والمادتين 267 و268 من قانون العقوبات. فلو اتعرضتي للتحرش ما تسكتيش، اتصلي بالنجدة وقدمي بلاغ في اسم الشرطة أو قدمي شكوى على موقع وزارة الداخلية أو النيابة العامة عن طريق الإنترنت. الخلاصة ما نسكتش على المتحرش وناخد إجراءاتنا القانونية ونعرف القانون في صف. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو وما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في ايه.